اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسوأ فلوج السنة دي للعيد، يعني الفلوج دوت أو الخروجة ديت سيئة جدا جدا. هشارككم باللي حصل معايا وانتوا تكتبوا رأيكم في التعليقات. المكان ده يا جماعة اسمه منتزه عابدين عند قصر عابدين في وسط البلد. احنا كل سنة بنخرج الأولاد، ممكن نوديهم حديقة الفسطاط، ممكن نوديهم حديقة الحيوان، الأورمان، ملاهي. فكانوا عايزين يغيروا ويروحوا مكان جديد. ففي ناس اقترحت عليا ان انا اروح منتزه عابدين، ورحته. بصراحة المكان عايز يتراح اول حاجة بالليل، مش عايز في النهار خالص. الجو كان شمسي جدا على الاولاد، وما كانوش عارفين يلعبوا خالص ولا عارفين يقعدوا في مكان. المنتزه مش كبير قوي زي ما انتوا شايفين، في انوار وحاجات كده بتنور بالليل، وفي كافيتيريا ومطاعم وايس كريم وكل حاجه. بس هناك الاسعار اول حاجه غاليه جدا جدا جدا. يعني انت مثلا لو معاكي طفلين، انت وجوزك وطفلين، فلما تيجي تشتروا مثلا اكل هتشتروا 4 وجبات. هتيجي تشتروا ايس كريم برضه هتشتروا 4. فهناك سعر الايس كريم البوله الواحده 50 جنيه. فطبعا لما تيجي هتشتري 4 ب200 جنيه، ده بالنسبة لي. هتيجي تشتري برضو الوجبات بتبدأ من 60 90 100 وحاجة. الوجبة الواحدة اللي هي عبارة عن سندوتش مش هيشبع أساسا، برضو هي مبلغ. يعني عشان تجيبي ايس كريم وتجيبي وجبة، فطبعا أقل فرد هيعدي 200 أو 250، فطبعا تكلفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالاسعار هناك غاليه جدا، يعني فوق متوسط الاسره المتوسطه يعني. فعايز اللي يروح طبعا يكون مش شايل هم مصاريف، دي اول حاجه. المكان تاني حاجه قلنا الشمس. الدنيا كانت شمس جدا، ما ينفعش يتراح في النهار نهائي. غير حديقه الحيوان والأورمان والاماكن دي بيكون فيها اماكن مخصصه، فيها تظليل، فيها اماكن فيها خشب ممكن تقعدي تحتيها. هنا ما فيش اي مكان فوق ايد تندة او شمسيه. دي تاني حاجه، يبقى الشمس. وكمان الاسعار غاليه جدا. الناس اللي مسؤولين عن المكان اسلوبهم في المعاملة سيء جدا جدا جدا. ما شفتش حد سيء اسلوبه في المعاملة للدرجة دي. في النهار بيدققوا درجة رخمة جدا. ممنوع طبعا لو انت ست كبيرة في السن، ممنوع ان انت تفرشي وتقعدي في الارض. ممنوع تدخلي كورة الاولاد يلعبوا بيها. ممنوع تدخلي اكل. ممنوع تدخلي مثلا لو انت مثلا كان معانا عجلة صغيرة لابني، ممنوع تدخلي العجلة. بالليل بقى المكان مفيش اي رقابة، يعني في النهار تشديد عالي جدا، وبالليل مفيش اي رقابة على المكان اساسا، لان طبعا المكان بيزدحم بالليل، لان معظم اللي يروح بالليل. بالليل كويس بقى للناس، مثلا واحد ومراته معهمش اطفال مش هيشتروا حاجة، مثلا واحد وخطيبته مفيش مشكلة. المكان بيزدحم جدا بالليل. ما بيكونش فيه رقابة على اي حاجة، كل واحد بقى مشغول في اللي عايز يبيع واللي عايز والحاجات اللي هناك مشغولين يعني، فمبقاش فيه رقابة خالص يعني. فطبعا ازاي الصبح يكون فيه رقابة مشددة جدا وبالليل مفيش رقابة اساسا. رابع حاجة، الملاهي بتاعت المكان مقفولة، وممنوع حد يخشها غير بالليل. يعني انت لو روحتي مثلا مش فاضية مثلا بالليل ورحتي في النهار، او مش قادرة تقعدي لغاية بالليل لغاية ما تفتح، الملاهي مقفولة. فلو معاكي اطفال مش هيعرفوا يقعدوا من الشمس، مفيش مكان مضلل. مش هيعرفوا يخشوا الملاهي، فاولادي اتخنقوا جدا جدا. اسعار الاكل غالية جدا، طبعا ما قدرتش اجيب من هناك. انا روحت بقى من مكان الساعة 7، اتخنقت منه بصراحة، مع ان كان الساعة 7 ابتدى يشتغل. يعني فسحت اولادي في مكان تاني اسعاره مناسبة، مكان فيه خدمة كويسة، فيه اسلوب كويس في المعاملة. يعني انا شديت وكنت اتخانق في المكان دوت مع اصحابه بصراحة. ازاي مكان يكون في وسط البلد، في منطقة حلوة جدا، ويكون فيه الادارة او الخدمة سيئة للدرجة دي؟ مش عارفة يعني. فلو انتوا حابين تشوفوه او تروحوا يعني ما انصحش حد يروحوا بصراحة. لو انتوا عايزين تروحوا انصحكم تروحوا بالليل، بيكون افضل بالليل. دي الملاهي كمان ما فيهاش لعب كتير، يعني ما فيهاش لعبتين 3 على بعض بالشكل دوت. ما فيش طبعا النظافة، انتوا شايفين طبعا المنظر عامل ازاي. صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكن المنطقة نفسها وسط البلد وقصر عابدين، والمكان ده مكان سياحي اساسا. يعني حضارة وتاريخ وحاجات كتيرة قوي جدا، المفروض يهتموا بيه اكتر من كده. فدي تجربتي السنة دي مع المكان دوت، فقلت اقول لكم، واكتبوا بقى رأيكم في التعليقات. يعني انا غلطانة في الموضوع دوت ولا انتوا ايه رأيكم؟ لو حد راحوا برضو يقول لي تجربته مع المكان ده كان ايه.
الاولاد لما بيروحوا حديقه الحيوانات او بيروحوا ملاهي بيكونوا مستمتعين جدا، لكن بجد لما راحوا المكان دوت اتخنقوا. بصوا المكان شمس اوفر يعني على الاخر. حتى الكبار ما كناش عارفين نقعد على المقاعد ديت، ممنوع تقعدي في على الخضره والكلام ده كله، والمقاعد كلها مولعه، فكان صعب ان احنا نقعد، فبصراحه اتخنقنا على الاخر. اكتبوا بقى النهارده عملتوا ايه انتوا في العيد، خرجتوا رحتوا فين، وايه احسن مكان ممكن الواحد يروحه. في برضو كان الاولاد نفسهم يروحوا الحديقه الدوليه، ما رحتهاش ولا مره. وفي برضو اللهم صل على النبي اللي هو بتاع الاسماك ديت، حديقه الاسماك برضو الاولاد ما راحوها، مش راحوها، مش عارفين نروحها ازاي. ان شاء الله على السنه الجايه كده هوت او العيد الكبير. اللي راح بقى حديقه الاسماك يقول لنا في التعليقات حلوه ولا لا، تستاهل ان احنا نروحها عشان ما نجربش التجربه السيئه دي تاني. ودي الملاهي في الناحيه التانية، يعني في جزئين الملاهي والاتنين اوحش من بعض، ما فيهمش اساسا العاب كتيره، مش مناسبه كمان للاطفال الاكتر من 10 سنين، هي مناسبه للاطفال الصغيرين. فالصراحة يعني الواحد زعلان على مكان زي دوت ما يكونش فيه امكانيات اكتر من كده، ويكون كمان التكلفة فيه لناس معينة، ما يكونش فيه للطبقة الاقل من المتوسطة. ده المكان صورت لكم كله، بس لما اتخنقت منه كنت اصور لكم بالليل شكله عامل ازاي، لان انوار بتنور بقى بيكون شكله كويس بالليل. وبيكون الجو حلو وطراوه وكل حاجة، والدنيا زحمة. وكمان بيبقى فيه موتوسيكلات، يعني الموتوسيكل اللي عايز يركب موتوسيكل او دراجة للاطفال الربع ساعة ب60 جنيه. فانا طبعا معايا 3 اولاد، معرفتش افسحهم، مش عارفة، واتخنقت بصراحة من المكان نفسه. بكتبوا رأيكم بقى في التعليقات، رأيكم يهمني جدا جدا جدا. واسفة لو طولت عليكم، واكتبوا لي برضو انتوا رحتوا فلوج اي فلوج السنة دي، واحسن فلوج ممكن تروحيه لو معاكي اطفال مش لوحدك. لو لوحدك هتلفي الدنيا كلها مفيش اي مشكلة. ده المكان انا صورته كله، في دورة مياه طبعا بس بفلوس. المفروض يعني مكان زي دوت هو سعر الدخول رخيص جدا، 5 جنيه يعني مش حاجة. المفروض يعني مكان زي دوت وفيه سياح وفيه كده دوت، يعني يكون حتى دورة المياه ما تكونش بفلوس. ده بولة الايس كريم انا جبتلك، مش عارفة جبتلكم الاسعار ولا لا. يعني بولة الايس كريم ب50 جنيه كتير جدا، يعني المفروض على الاقل يكون فيه حاجة وسط 25 20 كده عشان الاطفال. ده شكل المكان كله. طبعا البيوت اللي حواليه شكلها تحفة، المكان جميل. من بره المنطقة نفسها سياحية. بس ما انصحش اي حد معاه اطفال يروح. اللي يروح يا جماعة يروح بالليل هيستمتع اكتر. وطبعا ما يكونش معاه اطفال كتير، يعني واحد وخطيبته او زوج وزوجته. دي فلوجة السنة دي حبيت اشاركها معاكم، وحبيت كمان اقول لكم رأيي فيها. اكتبوا لي في التعليقات، ولو اول مرة طبعا تشوفوا القناة يا ريت تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.